اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الخير، يا صباح الفل عليكم جميعا. يا رب تكونوا دايما بخير إن شاء الله. النهاردة بقى كان بالنسبة لي يوم أجازة، فقلت بقى إيه أشوف كده شوية حاجات في البيت نعملها مع بعض، وحبة نشاط كده، يوم روتين كده. نخرج بقى إيه بره الأكل كده شوية، ونشوف كده طلبات البيت ونشوف اللي ورانا. جبت بقى إيه، قُلت أغسل بطانية كده بتيجي واحدة في واحدة، الشمس ما شاء الله بتبقى جميلة جدًا وطالعة حلوة أوي، فتساعد طبعًا إيه على حبّة نشاط كده وحبّة يعني إيه، نشوف كده بطاطين، حاجات كده نغسلها تساعدنا الشمس معانا. قُلت أنقعها بقى كده عقبال ما أشوف طلبات تانية أعملها. بُصّوا بقى حطيت مليت طبعًا الطشت اللي أنتم شايفينه دوّة، أنا ما عنديش طبعًا بانيو، ربنا يوسّع علينا جميعًا يا رب. حطيت بقى مليت المَيّة، مليته مَيّة، وبعد كده حطيت الأوكسي المسحوق. وبُصّوا بقى معلقة اللهلوبة دي مش قادرة أقول لكم بتقوم معايا بأحلى واجب. بجد بتبقى نضافة وريحة مش قادرة أقول لكم جميلة جدًا ورغوة عالية وكل حاجة. يعني بُصّوا مهمًا وصفت فيها أو شكرت فيها مش قادرة أقول لكم على جمالها. معلقة منها بتبقى بتخلّي الحاجة ريحتها جميلة جدًا، وباشيلها من السنة للسنة. أنا متعودة إن أنا أغسل البطاطين وأشيلها مغسولة، ما باشيلهاش وأنزّلها ساعة الشتا لسه أغسلها تاني. أنا طبعي كده من زمان، متعودة على كده إن أنا أشيلهم نضاف وأشيلهم مغسولين. طبعًا لمّا إحنا بنحتاجهم في الشتا ما بيكونش في وقت إن إحنا نغسل، وطبعًا الجو الشتوي ما بيساعدش إن إحنا البطاطين تنشف وكده وتبقى في الشمس. لكن أنا متعودة إن اليومين دول كده قبل ما أشيلهم إن أنا أغسلهم. فنقعتها بقى وحطيت معلقة اللهلوبة زي ما قُلت لكم كده. مش قادرة أقول لكم على الرغوة بقى، بُصّوا الرغوة كانت جميلة جدًا. قُلت بقى إيه، أشوف بقى اللي ورايا. معلش البرد لسه مأثّر معايا. أشوف بقى طلبات البيت كده، قُلت أصبِّن بقى شوية مواعين وأشغّل الغسالة وأعمل شوية حاجات كده عقبال ما إيه، هي تكون منقوعة في الأريال أو الأوكسي و واللهلوبة زي ما قُلت لكم. بتبقى ريحتها جميلة جدًا من السنة للسنة زي ما باقول لكم كده، ورغوة ونضافة وبتطلّع كل المَيّة، يعني بتبقى المَيّة بقى باغيّر طبعًا المَيّة كذا مرّة. فطبعًا إيه، أول مرّة طبعًا بتبقى مش نضيفة، وبعد كده باتّني أغيّر وطبعًا بنقعد بقى إيه، اللي داخل واللي طالع يدُك برجله كده شوط كده يدّيها شوط. ساعات أحمد، ساعات نورة كده أو أي حد فينا. وبعدين إيه، أسيبها بقى منقوعة بال3، 4 ساعات كده عقبال ما أخلّص كل اللي ورايا، وقبل طبعًا ما اليوم يخلص أكون مصفياها على مصفى أو على جردل كده أو أي حاجة، لحد ما تصفي مَيّتها كلّها، وبعد كده بقى إيه أنشرها. هاوريها لكم في الآخر هتبقى شكلها عامل إزاي. قُلت بقى إيه، أصبِّن بقى شوية المواعين دول. طبعًا إحنا عارفين المواعين بتتكاثر ذاتيًا. طبعًا مهما فضّيتِ الحوض لازم تلاقي مواعين مالياه. تصبّني شوية وتعملي شوية أكل والّا أي حاجة تلاقي الحوض اتملا تاني. كلّنا طبعًا عارفين الموضوع دوّة. نِفْسي أعرف آخرها إيه بصفة المواعين دي، ما لهاش أهل تسأل عليها؟ ما بتخلصش طبعًا، ربنا يجعلها دايمًا بيوتنا عمرنا بالخير يا رب. طبعًا إحنا عارفين إن البيت الحمد لله، الحمد لله ربنا يجعله مليان بالخير دايمًا. طول ما في خير وفي أولاد وفي ربنا يبارك فيهم يا رب، لازم هتلاقي مواعين ولازم هتلاقي ترويق ولازم هتلاقي غسيل. دي حاجة طبعًا سُنّة الحياة، وربنا يديمها علينا نعمة في حياتنا يا رب. إحنا بس بنقول كده لإن الوقت بيجري مننا والصحة ما بنبقاش قادرين نعمل كذا حاجة في وقت واحد. بس طبعًا ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، ودايمًا يا رب كده يدينا الصحة ونعمل كل اللي ورانا إن شاء الله. بُصّوا كده أدينا عقبال ما اتكلمنا الكلمتين المواعين خلصوا الحمد لله. نبتدي بقى نشوف إيه تاني، نشغّل الغسالة علشان ورانا طبعًا أكل وورانا حاجات. فقُلنا إيه، نعمل كده شوية حاجات كده عقبال ما الدنيا تتضبّط. قُلت أشغّل الغسالة و وأشوف بقى إيه هاعمل إيه تاني. طبعًا الترويق، المكنسة، تطبيق الغسيل. إحنا عارفين يوم الأجازة دوّة الواحد الحمد لله ما بيقعدش. طبعًا الغسالة هنا أنا بادوّب المسحوق زي الموظف المندوب لمّا قال لي، لمّا بنات سألوني عليها أنتِ بتستعملي مسحوق إيه، باستعمل أوكسي وبادوّبه في مَيّة ولازم ما باحطوش بودر كده، بادوّبه. يعني اللي قدّامكم دوّة مش بيرسيل جل ولا أي حاجة، هو مسحوق بس مدوّباه في المَيّة يعني بادّيها
المرحلة دي علشان أساعد إن المسحوق يبقى دايب كويس. هابتدي بقى إن أنا أشغّل على الon والstart زي ما إحنا المندوب قال لنا طبعًا، بس هنا التليفون اتهز مني كان هيُقع. الstand اتهز وأنا باعدّي أشغّل الغسالة، عشان أورّيكم إن التوقيت بتاعها على 70 دقيقة، اللي هو وقت الغسيل اللي هو العادي، اللي هو ال المتوسط يعني، ولا هو التقيل أوي ولا الخفيف أوي. ده كده ضبطتها على 70 أهو بصوا، كده 70 هي تبتدي توزن الغسيل زي ما المندوب قال، وبعد كده تبتدي تشغيل على طول أول ما تعرف كمية الغسيل عليها وتظبط هي تلقائيا كده. هنا بقى طبعا صفينا البطانية ونشرناها الحمد لله. كل يومين كده نعمل بطانية على أساس نخلصهم كده ونشيلهم في أكياسهم في شنطهم، لإن شاء الله لمّا ربنا يدينا العمر بإذن الله وينزلوا الشتا الجاي بإذن الله على خير، نضاف وريحتهم حلوة وكل حاجة، لإن طبعًا الوقت بتاع الشتا ما بيساعدش خالص إن إحنا نغسل ساعتها أمّا نحتاجهم بطاطين، فأنا باغسلهم في الوقت ده عشان كده، أشيلهم نضاف وباحط فيهم بقى طبعًا عايزة تحطي نفتالين، عايزة تحطي صابون بريحة، أنا باحط صابون صراحة، كل شنطة بطانية كده فيها صابونة أو 2 بتبقى جميلة جدًا وريحتها حلوة، واللهلوبة دي كمان بتديها ريحة حلوة أوي، بتقعد معايا لحد ما ربنا يأذن كده وأنزّلهم في الشتا الجاي. ده كان يومنا النهارده، يا رب يكون فيديو خفيف ولطيف كده على قلوبكم، وقومي كده اتنشطي ده تحفيزي كده علشان تتنشطي وتعملي اللي وراكِ. ربنا يدينا الصحة يا رب ونعمل حاجة بيوتنا على خير بإذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وأهلًا وسهلًا بالناس اللي نورونا جداد، وما تنسيش بقى اللايك كده علشان تشجعيني أعمل روتين تاني يوم تاني من حياتنا كده نقضيه مع بعض. يا رب تكونوا حاجة يعني الفيديوهات خفيفة على قلوبكم. أهو بصوا نضافة ما شاء الله، اللهلوبة بجد بصوا نضافة ما فيش بعدها ولا قبلها، بجد نضافة حلوة جدًا، بتخلّي المَيّة طالعة آخر دور باصفّيه باشطفه بتبقى المَيّة بيضا قشطة كأنها نازلة من الحنفية بالضبط. بتنضّف الحاجة كويس جدًا، اللهلوبة دي مش قادرة أقول لكم ما باستغناش عنها أبدًا. حاولوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وإن شاء الله تعجبكم. أكيد في ناس كتير مجرباها بس يمكن ما بتعملش مثلًا بيها البطاطين أو حاجة، فأنا باقول لكم برضه على المعلومة اللي عندي وإن شاء الله تعجبكم. بُصّوا خلّت البطانية زي الفل، الجزء الأبيض اللي فيها ده بقى قشطة، قشطة، قشطة. ده كان يومنا النهارده مع بعض. يوم روتين كده وقومي كده اتنشطي وتحفزي. أنا عن نفسي لمّا باشوف روتين باقوم كده أتنشط وأعمل الحاجة اللي ورايا وباخد أفكار برضه، وإن شاء الله كده كلنا نساعد بعض. إيه رأيكم بقى؟ بُصّوا نضافة وريحة ما شاء الله. أهو يوم بقى كده يوم الأجازة دوّة بنشوف كل اللي ورانا. أي حاجة متأخرة نعملها ونشوف كده نطبّق غسيل، نروّق دولاب، نشغّل المكنسة، نغسل حاجة زي كده زي البطانية كده. أنا كل يوم أجازة كده إن شاء الله أغسل واحدة، وإن شاء الله لمّا ربنا يخلصوا كده على خير أشيلهم في شنطهم، وأشيلهم زي ما باشيلهم كده كل سنة. إن شاء الله ربنا يكرمنا كده وننزّلهم الشتا الجاي على خير بإذن الله. الشمس جميلة ومشجعة طبعًا إن إحنا نشوف اللي ورانا وندخّل الشمس كده بيوتنا، الشتا خلاص خلص من بدري، نشوف بقى كده اللي ورانا ونروّق ونضبّط حالنا، ويا رب كده يجعله دايمًا عامر بالخير، وإن شاء الله الشمس تنوّره كده بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.